بحيلة بسيطة جدا قدرت أضمن الأرباح لكل المستثمرين اللي اشتروا معايا آخر سنتين 3، وبأرباح تخطت 20% سنويا، عشان كان في غلطة معظم اللي بيستثمروا في العقارات بيقعوا فيها، وأنا كنت واحد منهم. إننا كنا بنشتري في المشاريع اللي كل الناس بتشتري فيها، وكنا بنروح نقف في الطابور زينا زي غيرنا، عشان في إعادة البيع هتعمل أرباح كبيرة. لكن العكس اللي كان بيحصل، وكنا دايما بنتأخر في إعادة البيع عشان نقدر نحصل الأهداف والأرقام اللي كنا متوقعينها. والطريقة دي معروفة بسياسة القطيع، هي إن الناس كلها بتقلد بعضها تقليد أعمى، وكانت دايما النتائج مش زي التوقعات، لأن دايما كان في ناس زينا كتير عاوزين يبيعوا معانا في نفس الوقت. انت كده فكرت بنفس الطريقة اللي كل الناس فكرت فيها، تمام زي كل الصيادين اللي بيروحوا يصطادوا من نفس المكان عشان يصطادوا منه، فالنتيجة بتكون إن السمك قليل والرزق قليل. لكن بعد ما غيرنا الاستراتيجية بتاعتنا النتائج كمان اتغيرت، النتائج بقت أفضل بكتير. كنا بنختار دايما المشاريع اللي بيكون المشترين فيها end users اكتر من المستثمرين، يعني اللي بيشتري في المشروع دوت حابب انه يشتري للسكن اكتر من انه يشتري عشان يرجع يبيع، عشان نتجنب التزاحم والمنافسة في اعادة البيع عند الاستلام. عشان بدل ما بنكون بننافس 100 واحد عاوز يبيع معانا في نفس الوقت نفس نوع الشقة بتاعتنا، بنقلل العدد ده على قد ما نقدر، يكون 10 بس اللي بينافسونا مثلا، ويكون اقل كمان من كده. حتى لو حبيت تأجرها كمان ساعتها مش هيكون عندك منافسين كتير، لأن معظم الناس اللي اشتروا في المشروع ده كانت الغالبية بتاعتهم end users أو ناس هتسكن وتعيش، مش هتعمل إعادة بيع. انتوا عارفين المشاريع اللي بيكون غالب عليها طابع السكن شوية بنقدر نميزها، فساعتها كنا بنبيع بمكسب أكتر وبأريحية أكتر من المشاريع التانية اللي كان عليها زحام شديد أو كل المستثمرين فيها بيشتروا بغرض الاستثمار. خليك فاكر إن الاستثمار في العقار والنجاح فيه معتمد بنسبة 50% انك بتشتري ازاي، وال50% التانية انك بتبيع ازاي. الاكزيت بلان ساعات اهم بكتير من الستارت بلان. خليك مع بروكر شاطر يقدر يساعدك في اختيار المشروع الصح اللي تعمل فيه مكاسب. اذا محتاج مساعدة في اختيار المشروع المضمون اللي تستثمر فيه، ما تترددش انك تتصل بيا او ابعت لي على الواتساب. اللايك والفولو عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. مع السلامة.